السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. واخيرا انا جايه لكم فيديو حلو جدا، فرحانة جدا. خلصت المطبخ اخيرا، ففرحانة جدا. والله هتشوفوا، بصوا ربنا عوضني عوض كبير جدا. بس استنوا، اذا كنتي اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة لو حابة انك تتابعيني يعني. ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك، لان ده هيوصل الفيديو لعدد كبير جدا وابقى مشهورة والكلام ده. المهم فخلصت بقى المطبخ وفرحانة والله بجد. بصوا والله بقيت ايه، بقيت نجار وبقيت استورجي ونقاش. هو ايه الفرق بين النقاش والاستورجي؟ بصوا على العموم يعني، المهم ان انا بقيت حاجه فظيعه. انا بقول لكم دايما ان انا حاجه فظيعه وانتم مش مصدقين. ف... فخلصت المطبخ. بصوا كانت في، انا هوريكم يعني في الشرح وكده. كان في اللي هو جنب البوتاجاز ده الدولاب مش بيتفتح، فقمت طلعته ظرفه. وكانت في ضرفة من بره فيها خشبة كده يعني، كانت في المطبخ القديم من جوه. فالراجل حاطط لها خشبة، قمت مطلعه الضرفتين دول وحطيتهم في مكان الخشب ده. اللي هي مسدوده كده. فبقيت انا بقى ايه، تفانين تفانين. فبقيت انا بقى اللي هي الضرفه اللي من بره بفتحها عادي وبستخدمها عادي، والضرفه اللي هي عند البوتاجاز مش بستخدمها، حطيت لها الخشبه. يبقى انا عبقريه ولا مش عبقريه؟ قولوا انتوا قولوا. والله بجد انا فرحانه بنفسي ان انا بقيت يعني بطور من نفسي. يا جماعه بطور، تطوير تطوير تطوير، شوف ازاي الكلمه. المهم ف فرحت يعني عملت، هتشوفوا ده كله. وكمان بقيت نقاش ليه، وكمان بقيت نقاش ليه لاني او استرجي معرفش اللي هو بيدهن ده. المهم حطيت اللي هو الورق اللاصق ده، انا وريته لكم طبعا بالتفصيل لان ما كانش فيه حد منزله بالتفصيل كده. وحبيت ان انا اقول بالتفصيل عشان محدش يغلط او محدش يقع في اللي انا وقعت فيه وكده. زي ما انتم عارفين انا بحب بجد والله ان انا اوصل المعلومة بالملي. فيا رب الفيديو يعجبكم، وانا متشوقة ان شاء الله ان هو هيعجبكم باذن الله. وما تنسيش لو انتي اول مرة تشوفيني وحابة انك تتابعيني تشتركي في القناة واعملي لي لايك. ده مش هيخسرك حاجة، بس هو هيزودني انا في ان قناتي تكبر. يلا بينا. يلا بينا، اتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم. ايه رأيكم بقى؟ بصوا كل ده انا عاملاه. عمال ايديا وحياة عينيا. بص بقى، يعني النهاية دي جميلة. انا بقول لكم والله بجد ربنا عوضني وفرحانة بالمطبخ، لاني بصوا انا يعني من نظام ان انا 3 سنين يا جماعة مهملة في المطبخ، يعني 3 سنين حمل وولادة وبعد كده حمل وولادة. فبصوا يعني الموضوع كان عذاب بالنسبة لأي ست، طبعا انتوا فاهمين الموضوع ده. بس والله مش اهمال، هو طبعا يعني ربنا يكرم كل مشتاق، واتمنى لكل واحدة ربنا يعني عايزة تخلف وكده ربنا يكرمها. بس وانها تحمل، بس مش بتعبي بصراحة. تعبي وحش جدا يعني في الحمل. انا بفضل تعبانة لغاية ما يقولوا بكرة هتولدي، يعني فاهمين. فيعني الحمد لله الحمد لله. هنا بقى بصوا بقول لكم ان انا غيرت المفاصل وحطيت المفصلة هنا وكنت بجربها يعني، فلقيتها انها نجحت وكده. فرحت قلت خلاص هكمل الموضوع واجيب اللي هي الضرفة التانية اللي هي عند البوتاجاز زي ما قلت لكم، واطلع الخشبة هتشوفوها دلوقتي. بس قلت الاول اعمل الضرفة دي كانت عبارة عن خشبتين، المفروض خشبة اساسية وخشبة بيحطوا فيها المفصلة. كانوا طالعين من بعض، كانوا عاملين بلازق كده، لازقينه بلزق وحاطين مسامير صغيرة اتفكت يعني. قمت انا بقى جايبه مسمار طويل و... وربطهم الاتنين بعض، وبعد كده حطيت المفصله، وبعد كده ركبت تاتا. بص انا ليه فرحانه والله، عشان انا جوزي من الصبح بالليل فمش بيلحق يصلح لي اي حاجه في البيت. يعني كتر خيره وربنا يكرم كل رب بيت يا رب. فرحانه ان انا ما بقتش استناه، بقى بقيت انا اللي اعمل. بصوا لا، وبعد كل حاجه هعملها هقول لكم لايك لايك. ببقى فرحانه. اهو هي دي الخشب اللي بقول لكم عليها، شايفين
حتى مش مدهونة يعني، وخفيفة خالص، شايفين ازاي؟ فقمت حطاها بقى عند البوتاجاز زي ما قلت لكم، وجبت بتاعة البوتاجاز، وهحط هنا المفصلة دي، وهحط لها الضرفة اللي هي عند البوتاجاز. يا والله العظيم ده انا يخرب بطني والله العظيم لما مخي بيشتغل، اوعى وشك. مفيش بعد كده. المهم بعد كده بصوا، محدش يقول لي ما بيشكر في نفسه الا ابليس، لا. لما ابليس يشكر في نفسه، امال انا كبني ادمه ربنا خلقني اعمل ايه؟ ده انا بقى اعمل فرح لنفسي، مش اشكر في نفسي، عشان الكلمه دي ما بحبهاش خالص. يعني الناس اللي هي بتقول ما يشكر في نفسه الا ابليس، ليه يعني؟ طب ما احنا ليه ما نشكرش في نفسنا اذا كان ابليس فيه كل البلاوي وبيشكر؟ بص، هو هتلاقوا فيه فتحة في النص على فكرة، شوية يعني فتحة، بس طبعا احسن من الاول، احسن ما كانت خشبة ومسدودة والكلام ده، وما كنتش بستخدمها. انا كان الموضوع ده واخد مساحة كبيرة، يعني ان انا الضرفتين كبار عند البوتاجاز مش مستغلياهم، دلوقتي استغلتهم. والضرفة دي كانت مسدودة، كنت برمي فيها اي حاجة من جوه، ولو شفتوا كنت انا وبنضف، كنت عمالة انا وجاية انضف، افصل الكاميرا وانضف من جوه، وبعد كده ابقى افتح لكم الكاميرا، لاني كنت بدخل براسي والله جوه كده. لكن دلوقتي خلاص بقيت بتتفتح، وبقيت تحت ايدي، وبقيت قادرة ان انا ايه، احط الحاجة فيها وكده. هنا بقى بصوا غلفتها ازاي. خلي بالكوا انا عملت ايه، المطبخ ده عملته زي اللي طالع موضة، يعني طالع موضة لونين في بعض، فانا عملت لونين في بعض. النبيتي ده هو مطبخي الاساسي، انما الخشبي ده طبعا انا اللي لازقاه، زي معروف اهو انتوا شايفينه طبعا. بس فانا حبيت اعمل اللي هو طالع موضة الايام دي، انه طالع لونين في بعض وكده. بس انتوا عارفين لو جيتوا شفتوا عندي في المطبخ، هتلاقوا التجزيعات اللي هي في النبيتي هي مش واضحة هنا. التجزيعات اللي هي في النبيتي هي التجزيعات اللي هي في الورق اللاصق. بجد يعني هتشوفوها هتعجبكم خالص من قريب. تعالوا شرفوني تعالوا. بس يعني كانت حلوة كمان اكتر. هنا كان اليوم التاني على فكرة، انا عملت المطبخ ده يمكن في يومين، وبعد كده استنيت فترة، حصل عندنا ظرف وكده، فيعني ما كنتش ليا نفسي بصراحة ان انا اعمل حاجة وكده، وبعد كده قمت كملت. بس لما نزلت لكم الفيديوهات كانت خلاص، يعني كنت عاملة كل حاجة، وكنت عايشة حياتي في المطبخ على فكرة. بصوا ده النبيتي بتاعي انا على فكرة، لو جيتوا بجد والله هتشوفوا نفس التجزيعات اللي هنا هي اللي هنا، بس مش عارفة ليه مش واضحة في الفيديو. المهم قلت ألمعها كده عشان يبقى حلو. و... وهنا كان اللي هو التقشير بتاع اللاصق الاولاني اللي كنت حاطاه. فلمعته برضو، ولمعت الازاز، قلت عشان يبقى ايه كله كده بيلمع، وحتى لو كان طرب يعني ما يبانش، يبان حلو. انا كنت عايزه ابين لكم التجزيعات، بس للاسف برضو مش باينه يعني. المهم هنا برضو كان الرف اللي هو فيه التوابل وكده، قصدي الخزين وكده. فحطيت، وده الرفين دول كنت حاطه فيهم اللي هو الخلاط اللي انا بستخدمه يوميا، واللي هي المضرب اليدوي بتاع الايد وكده، المضرب قصدي الكهرباء. بس فعملته برضو اللي هو جزئية يكون فيه خشب اللاصق، والجزئية يكون فيه النبيتي، بحيث ان هو برضو يبقى نفس نظام المطبخ اللي هي في وشه، يعني فاهمين؟ هتشوفوا بقى، انتوا شفتوه في الاول، وهتشوفوه برضو تاني في اخر حاجة هوريكم ازاي. بصوا كنتوا ازاي والله. سباك لا سباك ايه يا بنتي، قصدي نجار. الله ينور يا اسطى. المهم ان انا بس حتى كلام مش عارفه اقول، يعني مش عارفه اقول سباك من نجار من نقاش، ومش عارفه اساسا المهن من بعض. بس سيبكم انتوا، مش مهم الكلام، ربنا بياخد بالنوايا، يبقى احنا ناخد بالكلام؟ لا، احنا ناخد بالفعل اهو، وربنا بياخد بالافعال برضو، خلي بالكم. فبصوا والله تمام التمام كل حاجه اهو. هنا بس انا غلطت في حاجه، اوعوا تغلطوها. انا مش قلت لكم في الفيديو اللي عدى انكم المفروض تبتدوا من اخر واحده تحت؟ انا ابتديت من التاني، مش فاهمه ازاي ابتديت من التاني، مش عارفه كنت بفكر في ايه. بس هنا كانت حصل الظرف والله، فعشان كده كنت يمكن متضايقه. كان بعدها بيومين، بس كنت متضايقه برضو. فبصوا،
يعني حصلت حالة وفاة وكده يا جماعة. فبصوا، كنت عاملة في الدرج التاني، لا المفروض الدرج الآخر واحد، آخر درج تحت. ليه؟ لأني مش هتطلع معاكي من أول مرة حلو. لما تحبي تجربي دايما جربي في حاجات ما تكونش ظاهرة، فهماني؟ يعني بالذات الورق اللاصق ده، عشان تبقي فاهمة ازاي اطلع منه الهوا، ازاي يعني فاهمين. انا عن نفسي عشان عارفة، وعارفة ازاي اطلع منه الهوا، فكنت بعمل بايدي. كان بصوا هو برضو في غلطات، يعني لو خدتوا بالكم هتلاقوا في غلطات. كنت بقيس على اول درج، وكنت بعمل اللي تحته. يعني انا دي مش هعملها في اول درج، هعملها في الدرج اللي تحت، الدور التالت. انتوا بس ابدأوا من الادراج اللي هي مش باينة، او من الظرف اللي هي مش باينة، بحيث لما تيجي تعملي الحاجة الحلوة تبقى او تتدربي عليها، تكوني اتدربتي عليها كويس، تبقى ظاهرة، ظاهرة في الحاجة، في الظرف اللي باينة. يا رب يكون بس وصل لكم انا عايزة اقول لكم ايه. عشان خاطر اهو، شايفين الدرج التاني عامل ازاي؟ في تجزيعات كده، شايفينه؟ شايفين؟ هو ده اللي انا بقولك عليه. هتلاقي بقى التالتة دي جميلة، والرابعة تحفة. عشان انا ايدي اتدربت على الادراج، وعلى ازاي ان انا احط اللاصق والزقه والكلام ده. المهم هنا بقى ايه، كنت بحطه وكده، وبفتحه فتحة في النص، وفي النص بقى بجيب ورق من اللي هو هيتفضل في الجنب، واقوم حاطاه ولازقاه. على فكرة مش باين خالص، يعني ممكن يكون باين دلوقتي ان هي فاضل مثلا حتة او كده، لا لما حطيت له في الورق في الطبيعي لا مش باين. وحتى الهوا على فكرة، يعني انتي حتى الهوا لو انتي ما فرغتيش كل الهوا خلاص مش هيحصل حاجة. انا ممكن اقولك فكرة، ان انتي تجيبي دبوس وتفقعيها كده، تفقعي الهوا ده. هتتفقع على فكرة، وتلزقيها بقى عادي، فاهمين؟ وعادي هتتلزق تاني وهتبقى حلوة، مش هيبقى فيه هوا. انتوا فاهمين عايزة اقول لكم ايه؟ عايزين تسيبوها بقى سيبوها عادي، برضو مش مشكلة. هنا بقى بصوا كانت باينة ان هي في حتة، لا انا والله مش عندي، مش باينة. لاني انا ظبطتها بعدين، وفي نفس الوقت لما بتيجي انت كواحدة بتزورني مثلا، لا عادي. بالعكس اختي جت وقالت لي الله، عجبها قوي. بتقولي الاول، قالت لي ايه ده، انت ليه غيرتي الخشب؟ بعد كده قلت لها على فكرة ده ورق لاصق. لما قلت لها انا، وعلى فكرة دي مش اول مرة، انا برضو يعني في ناس جات لي قبل كده، بس مش في الورق اللاصق ده، اللي قبله، وراحوا قالوا لي نفس الكلمة، قالوا لي ايه ده، انت غيرتي مطبخك وجبتي مطبخ جديد. فرحت انا قلت لهم كان جوزي موجود، وقال لا دي مرتي اللي عملت. بس عشان صعيدي يعني فبيتكلم بالطريقة دي. بس فعملته تاني عشان والله نجح الموضوع يعني، وعجبني بصراحة تغيير من غير ما تغيري خشب ولا تدفعي فلوس كتير، فحلو. فكرة جميلة ورائعة للناس اللي بتحب التغيير. انتوا عارفين انا يعني عشان ما شاء الله ربنا كرمني بأولادي يعني، وما شاء الله 4 ورا بعض والكلام ده، ومذاكرة وعيال زنانة ورضاعة، فيعني ما شاء الله بصراحة وقتي مليان جدا. بس والله استنوا كده، يعني بنوتي الزغنطوطة دي أيلولا دي تكبر كده، ولا ان شاء الله هتشوفوا حاجات تانية، حاجات حلوة بجد والله. بصوا بقى ايه رأيكم؟ طبعا يعني انا كنت بوريكم ان انا يعني خلصت المطبخ وكده، بس انا لو تلاحظوا هتلاقي المطبخ فاضي، كنت مطلعه كل حاجة بره. وقلت ان انا هغسله بقى، هديله غسلة في النص كده، لان ما غسلناش الجزئية اللي في النص دي. بس ده اللي اتحرق معايا زي ما انتوا عارفين طبعا. بنوتي اللي هي لولي حرق، شغلت الفرن وفيها سخان من فوق، فالحمد لله الحمد لله يعني. بس كان الخشب هيولع والله فينا، الحمد لله الحمد لله. فحطيت له الورق ده، قلت عشان لا ربما يحصل الموضوع تاني. وبرضو حطيت له اللزاق ده، وبرضو هجيب له على فكرة اللي هو الورق الالومنيوم اللي انا كنت فرشاه في المطبخ من جوه، هجيبه عشان لا ربما حاجة زي كده تحصل تاني، على الاقل يبقى في وقت ان انا اشوف او كده. ده انا بحط احتمالات، لكن انا اكيد طبعا هاخد بالي، بس الواحد لازم يحط
كل حاجة في اعتباره. هنا بقى قلت طلعت كل حاجة على الرخامة. احلى حاجة انك تفضي المطبخ وتعملي وتمسحيه، ده احلى حاجة. او انك تفضي الجزئية اللي انت الأوضة اللي انت فيها او كده، وتمسحيها وتنضفيها وكده. فانا بحب المطبخ دايما عشان بالمية. انا لولا بس ان كانت لولي زي ما انتوا طبعا شايفين هي في معايا على طول، واهي على رجلي كمان اهو، فمش سايباني وكده. كان نفسي ان انا ادلق ميه وكده وامسح والكلام ده. بس يلا الحمد لله. فعملت بقى بس في الجزئيه اللي هي فيه الحوض عشان ما ينزلش على الارض، عشان ما اضطرش امسح. انا كنت بمسح يعني لما بيكون قبل رمضان وكده، كنت المفروض ان انا بمسح بخرطوم بقى واغرق الدنيا. يلا ان شاء الله هتشوفوا الموضوع ده كله، بس ان شاء الله ادعولي كده، ادعولي اولادي يكبروا وربنا يهديهم عليا. ربنا يكرم كل مشتاق يا رب. هنا بقى الفرن، على فكرة انا يعني الفرن ده بستخدمه على طول وكده، بس قلت برضو اديله تلميعة كده عشان خاطر ايه، على الاقل يبقى بيلمع شوية. فلمعته وحطيته وغسلت برضو على فكرة البوتاجاز، ورحت للجزئية التانية اللي هي عند الفرن. هنا بقى الجزئية اللي هي الرخامة اللي عند الحوض، فطبعا غسلتها براحتي وكده، وحطيت دلقت مية والكلام ده عشان خاطر عند الحوض طبعا يعني، فواخدة راحتي فيها. فقلت برضو ان انا الجزئية دي كلها هي ايزي فيها وكده، بس طبعا على طول برضو عشان هي ايزي فيها وعشان هي منطقة استخدامي، فطبعا على طول عايزة ان الواحد يغسلها وكده ويهتم بيها. فقلت برضو هعملها اديها وش عشان يبقى كله بيلمع كده وحلو. عامة هي اي حاجة تحطي فيها المية والصابون دي بتبقى تحفة يعني. انا بحب خالص احساس النظافة والمية والصابون كده، من الناس اللي بتعشق انها تنظف بالصابون والمية والكلام ده. حتى انا بحب ان انا اغسل السجاد، على فكرة من الناس اللي بتحب تغسل السجاد. كان بابا الله يرحمه اول ما يشوفني الصبح كده اصحى قبل ما هما يصحوا واقوم اغسل السجاد، ويصحى يقول لي ايه ده. هو ما كانش بيحب ان انا، والله كان بيخاف عليا جدا، ما كانش بيحب ان انا اغسل السجاد وظهرك ما تجيش على نفسك. والله امال لو شافني دلوقتي هيعمل ايه مش عارفه، ربنا يرحمه يا رب. فكنت من الناس اللي بحب اغسل السجاد واغسله على طول. وهو معروف طبعا ان السجاد بيدوب، عايزه اقول لكم انا سبب ان السجادي او سجاد بيت ابويا ان هو كان بيدوب وكده. هنا بقى بصوا الرخامه بعملها عادي بالميه عشان هي هتنزل كده كده على الحوض. وانا كمان جبت اللي هي في المشتريات، لو اذا كنتوا شفتوها، اللي هي بيمسحوا بيها دي، عامله زي المساحه الصغيره كده. بصراحه تحفه، تحفه تحفه. اختراع بصراحة، يعني اختراع يا كوتش اللي اخترعها الله يبارك له. بصراحة الحاجات دي على قد ما انا بقعد اقول لا ملهاش لازمة، طب ما هو في فوطة عادي يعني، طب ما هو في مش عارفة ايه، بس بصراحة بتفرق يعني. اي حاجة منظفات او اي حاجة بتطلع بيقولولك ان هي بتسهل، بجد والله انا اقتنعت بالموضوع ده، ان لا انا لازم الاول اشتريها ليه لما اقول اذا كانت ليها لازمة ولا ملهاش لازمة. شفتوا انتوا طبعا لولي ايديها بايدي. وبصوا اهي. هي اللي بتعمل كل حاجة، انا ما بعملش حاجة. والمهم ان انا والله يمكن 3 4 مرات اغير لها هدومها. يعني انا ما بلاقيش هدوم من كتر ما انا بفضل كل شوية تغرق هدومها شوية وكمان ايه، لا يعني كمان بعلمها ان هي تعمل بيبي في التويليت، فكان الله في العون. بصوا بقى النظافة، الله احساس جميل والله، حاجة بتلمع كده، الحاجة بتلمع. بصوا ده اللي اشتريناه مع بعض، وعملت لكم فيديو برضو قبل كده، اللي هي التوابل وازاي بنظمها والكلام ده. وكمان اشتريت ستارة، والستارة دي قمت قسمتها، حطيت واحدة عند اللي هي الراف اللي عند البوتاجاز، بحيث ان انا استخدمه اهو ده، وفي نفس الوقت حطيت تحت ايه الحوض، بحيث ان هو يكون كله متقفل كده، فاهمين؟ والله وديت منظر جميل جدا. طبعا الاباجورات والحاجات اللي انا كنت حطاها الزينه دي بتاعت جوزي، لان جوزي عنده محل بيبيع فيه زينه رمضان. فانا بصراحه ما خدتهاش، انا كنت بس بعمل استعراض وبصور عشان انا واخده صفحته وانا اللي بصور له. هو العقد ده بتاعي الوحيد، ده هو ده بجد بتاعي، لكن الاباجور دي بصراحه مش بتاعتي. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واتبسطتوا بيه،
قولوا لي ايه رأيكم في المطبخ، واستنوني في فيديوهات تانية وفي زينة رمضان اللي بجد هتبقى بتاعتي، ما تخافوش. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو كنتي اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة واعملي لي لايك، وباي باي.